ولادها بيطلبوا منها اغرب طلب يوميا قبل ما يناموا. دي الكنديه كيتلين فلاجر، عمرها 27 سنه وعندها طفلين في المدرسه الابتدائيه. كيتلين نزلت بوست على الفيسبوك واعترفت ان هي بتشرب وبتقول انها ما بتنامش بالليل وتكون مرتاحه غير وهي متكيفه وشاربه سيجارتين، وبتقول كمان انها بتكون اكثر تركيزا ومفيش مشكله ان الام والاب يشربوا عادي. سيدي المتابع عديها، المشكله هنا ان اولادها هم اللي بيشجعوها ان هي تشرب وتدخن اللي هي لانها لما بتتسطل بتجوع جدا. ولادها بيشجعوها بقى لانهم بيبقوا عارفين ان هي هتجوع وهتطلب وجبات من ماكدونالدز لان المطعم بجانب منزلهم. ده غير ان هي بتمنحهم مكافآت وهدايا طول ما هي مسطوله. لو سمحت يا ممكن تشوف الفيديو ده كده، يمكن ناكل من عند كنتاكي. ما تقلقوش يا جدعان، انا سليم والله، حتى رحت عند الدكتور وجبت منه علاج اهو، دواء اللايكول اهو، دواء اللايكول اهو، دي للاشتراكول والالتهابات.